هو نظرا طبعا لضيق الوقت، بس اعتقد كانت كافيه، لان الزمالك يعتبر رايح بدري شويه وابتدى يدخل يعني الموسم الجديد بعوده المعارين، والمدير الفني هو نفس المدير الفني، عارف لعيبته حتى ولو كان عايز طلبات كتيره، لكن ظروف القيد للاسف يمكن معطله نادي الزمالك بقى لنا فتره الحقيقه مش قليله. لكن لو نفتكر الموسم اللي قبل اللي فات، كان الفريق لما قفل على نفسه من غير قيد كان سبحان الله جه لمصلحته، بس ده مش ده الطبيعي في كره بس القدم. العناصر غير العناصر، طبعا عناصر غير العناصر، وعايز اقول لك كمان مش ده الطبيعي، هو دايما محكوم للاسف بقى لنا فتره على نادي الزمالك ان ما يبقاش دايما في ظروف طبيعيه، لكن ساعات دي بتيجي لمصلحه الفرقه، ان انت تكون قافل على لعيبتك وهم دول اللعيبه اللي هيلعبوا، والتغييرات معروفه، فكل واحد مركز وكل واحد عارف شغله وكل واحد عنده ثقه ان هو ما عندوش ضغوط كبيره يعني. نعم. فاعتقد ان الى حد كبير بالنسبه لنفس المجموعه ومفيش عناصر كتيره دخلت عليهم، انا شايف ان يعني مش بطاله. خد بالك كمان فرق كبير ان انت مثلا الاهلي امبارح لعب في ليفل مختلف، بتلعب على مباراه ببطوله، مباراه واحده نوك اوت بطوله كامله، وبتلعب في ليفل تاني شويه اللي هي بتلعب نهائي، لكن انت في دور ال 34 انت يمشي نقدر نقول متدرج مع بدايه موسم، ان انت ممكن تكون لعيبتك يعني الريتم ده. تعرف في جيبوتي في الكونفدراليه ثالث الدوري في جيبوتي، بطل كاس وكل حاجه، لكن الفروقات التاريخيه كبيره جدا، والفروقات الفنيه في اعتقادي هتبقى كبيره جدا.